مرحبا ويعطيكم العافية. اليوم راح يكون الفيديو طريقة عمل المفتول بالسميد على طريقة الوالدة الله يحفظها. هاي المفتول المغربي كيف بنعمل بيكون جاهز بالمحلات. شوفوا معي لآخر الفيديو. أول حاجة بتحطوا كوبين من السميد وبتفتلوهم مع المي بهاي الطريقة مع رشة ملح، وبتضيفوا شوي من الطحين على هدول الكوبين زي ما انتم شايفين، شوي من الطحين مش كتير حتى يفتل معكم. وبعدين تستمروا بهاي الحركة لمدة 20 دقيقة. بعدين بتدخلوه بالكربالة بهذا الشكل وبتنزلوه، بتهزوه هيك. الحبات الصغيرة بتنزل بالأول لحالها براحتها، خلوها تنزل براحتها والباقي بإيديكم حتى ينزل معكم. إذا تغلبتوا في إنه ينزل معكم حطوا شوية رشة طحين عليه حتى ما يلزق معكم. بترجعوا تاني بتفتلوه كمان مرة بنفس الكمية اللي انتوا عملتوها، بترجعوا تاني مرة وبتضيفوا عليه شوي من زيت النباتي، وانتوا بتفتلوه بهذا الشكل لمدة 10 دقايق حتى نصل للقوام المطلوب وكمان ما يلزق معكم. شوفوا كيف راح يكون شكله، شايفين يعني قربت الشاشة، شوفوا معي كيف راح يكون شكله. وطبعا بتكملوا الباقي بنفس الطريقة وبنفس المقادير اللي انا اعطيتكم اياها. انا عملت حوالي 2 كيلو من السميد وفتلناهم كلهم، وراح نضيفهم بالتدريج، طبعا مش راح نضيفهم كلهم مع بعض ونحطهم في التبخيرة. طبعا هون بالطنجرة تحت انا شو حطيت الحمص، حتى بدي اسويه واستغل الوقت لانه انا عندي الحمص مش مستوي. فاذا انتم عندكم الحمص مستوي لا داعي انكم تحطوا حمص تحت، فيكم تحطوا مي وتحطوا عليها ليمون حتى ما يتغير لون الطنجرة، وعلى نار عالية. طبعا بتضيفوا الكمية اللي انتم فتلتوها بالاول وبتعملوا مسامات حتى يتفتح ويتبخر كله. وتشوفوا كيف رح اعمل انا. اول مجرد ما بخرت معكم الكمية الاولى بتضيفوا الكمية الثانية بالتدريج، يعني حتضيفوا الكمية الثانية والثالثة والرابعة على حسب الكمية اللي انتم بتعملوها بالتدريج من اول تبخيرة الكمية، كل كمية لحال بهذا الشكل. بعد ما بتخلصوا طبعا وعلى النار لمدة ساعة كاملة حتى يستوي معكم. طبعا هيك صار عندي المفتول جاهز زي في المحلات بالضبط. رح ادخله بالكربالة اضمن انه كل الحبات المفتول متساوي، الحبات زي بعضها نزلت معي، ما يكون في اشي يعني لو كتول معكم مش رح يتكتول معكم، هيكون زي ما انتم شايفين هلا ما احلاه. شايفين منظره هيك بيكون جاهز لكم. ما عليكم الا تحضروا المفتول وتعملوا طريقة المفتول اللي انتم تطبخوها بطريقتكم. وهلا بفيديو تاني بيتبع هذا الفيديو موجود اسفل هذا الفيديو، اضغطوا عليه شوفوا طريقتي في تحضير المفتول النباتي وشو هي الخضار اللي انا ضفتها بدون ما اضيف اللحوم عليها.